السلام عليكم، عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير. انت تعرف ان في طلاب كتير في المدارس بيتلخبطوا بين حروف المد وحروف العلة. بيتلخبطوا كتير بين حروف المد وحروف العلة. النهارده نعرف الفرق سوا انا وانتم. يلا. انا عندي حاجتين، حاجة اسمها حروف المد وحاجة اسمها حروف العلة. ايه هي حروف المد؟ الالف والواو والياء. طب ايه هي حروف العلة؟ هي برضو الالف والواو والياء. طب ايه الفرق يا استاذ؟ ما انت كتبتهم هم. ركز معايا بس وكمل الفيديو للاخر علشان تعرف الفرق. حروف المد بتيجي في الاسم، يعني اي كلمة اسم ممكن يكون فيها حرف مد. طب زي ايه؟ زي ايه؟ يلا ناخد كده زي كلمة كتاب. ادي الالف اهو مد، مديت الصوت كتاب. طيب حروف العلة بتيجي في الفعل. بتيجي فين؟ في الفعل. طيب ناخد مثلا زي عسى. ادي الالف اهو جاي في الفعل عسى. عسى الله يرحمني. عسى الله ان يرحمني. هنا الفعل عسى جه فيه حرف علة، فيه حرف علة. هو ده الفرق بين حروف المد وحروف العلة، ان دي بتيجي في الاسم ودي بتيجي في الفعل. يلا اكتب لي في الكومنتات اسم فيه حرف مد وفعل فيه حرف علة، وانا هرد عليك في الكومنتات صح ولا غلط. ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس. اللينك بتاع القناة في اول تعليق يا بطل. يلا. وانت بتتفرج برضو، ولو كملت الفيديو للاخر اعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. مع السلامة.